ده بقى يا جماعة ده طبق جديد وخفيف ومش مكلف وبسيط جدا. هو طبق سوري اسمه لحمة بالصحن. جميل جدا، وتعالوا نشوفوا مكوناته عاملة ازاي، ونقدر ايه يعني نعمله بسهولة جدا وبأي كمية. وبصوا لسه طالع يا دوب من الفرن وجميل وخفيف جدا، بس بيتاكل بايه؟ بعيش. تمام، يلا بينا تعالوا نشوفوا. هنا بيتقطع كده، تقدري تقطعيه زي قطع كده، يعني مربعات، وتشيليه جوه كده بالقطع الخضار اللي فيه كده. جميل جدا وهايل وطعمه خفيف ومش محتاج لبهارات كتير، يا دوب هو ملح وفلفل مع البطاطس والطماطم وقرون الشطة. جميل جدا، شوفوا الشط جميل تحفة بصراحة يا جماعة، وشوية سلطة كده خضرة. تعالوا اقول لكم بقى ايه عملناه ازاي. ده طبق سوري اسمه لحمة بالصحن، شوية مخلل، على سلطة الطحينة جنب منه، وألف هنا وشفا، وتغيير من غير كفتة ولا حاجات كده. هنا حضرنا الكبة معانا، عايزين بصلة كبيرة واتنين طماطم. ده فلفل أحمر، المفروض احنا بجيب فلفل أحمر من اللي هو القرون الكبيرة دي، وبضيفه عليه قرن واحد، بس أنا ما كانش عندي، فكان عندي فلفل معجون فلفل أحمر أنا عاملاه وشايلاه محتفظة بيه في الفريزر، فاحتاجته فاستخدمت منه ما يعادل يعني واحد قرن بس. ضربناه في الكبة كويس جدا ونعمناه، وده الخضار اللي هو هيستوي فيه اللحمة والخضار والبطاطس اللي احنا هنشوفه دلوقتي. جبت هنا جهزت معايا اللحمة المفرومة ايا كان المقدار اللي انت حباه، ودي في شوية الخضار اللي احنا عملناه في الكبة. واعجني يعني اعمليه اخلطي كويس قوي اللحمة المفرومة بالخضار بملح وفلفل فقط، دي كل البهارات اللي احنا هنحتاجها معانا. تمام، وبعدين ببدأ بقى ايه يعني امكس الخليط كويس جدا قوي عشان خاطر نقدر يعني ياخد ويشرب من بعضه، وده اللي هيسوي معانا اللحمة المفرومة. تمام، هبدأ هنا يعني بإيدي كويس جدا، تبدأي يعني اعملي فترة كده، ابدأي مكسي من كل الجوانب وخليه يشرب كل الخضار اللي احنا حطيناه مع بعض سوا مع بعض. تمام، في نفس القالب وفي نفس البايركس اللي احنا مزجنا فيه الخليط دوت اللحمة بالخضار، شفتوا؟ وبعدين تعملي اي شكل انت حباه معاكي في البايركس، وابدأي رصي البطاطس عليها ترانشات كده جنب بعضها داير داير. وبعد ما تخلصي الدايرة بتاعت البطاطس، رشة ملح وفلفل بسيطة على البطاطس من فوق طبعا. وبعديها تجهزي حلقات طماطم، تحطي حلقات الطماطم فوق حلقات البطاطس معانا، وبرضو عليهم رشة ملح وفلفل على الطماطم. عندك بقى هنا ايه شطة كده او قرون فلفل كده سبايسي، حطيها على الوش، زيني بيها القالب بتاعك البايركس او اي صينية عندك، وابدأي دخليه الفرن. هي لحد ما ايه هو ميه الخضار اللي جوه اللحمه هو اللي هيسوي معانا اللحمه بالخضار. انا حطيته يا جماعه في الفرن، دخلته الفرن عندي من غير لا الف بفويل ولا ايه اقفل القالب معانا او الطبق البايركس ده معانا خالص، سبته كده ايه زي ما هو كده جوه الفرن لحد ما استوى ونزل السائل بتاعه وسوى الخضار مع اللحمه المفرومه. لايك وشير يلا حبايبي معايا، والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم جميعا.